السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا في الرحمن سنتر. أهلا وسهلا بكم. زي ما انتم عارفين إن الرحمن بيحترم عملائه، دايما بيفرق لهم ما بين المنتج الأصلي والتقليد والمنتج اللي شغال واللي مش شغال. إن شاء الله النهاردة معانا تجربة عملية على ميزان المطبخ الديجيتال. ميزان المطبخ في منه نوعين، في منه اللي بكفة وفي منه الديجيتال اللي هو بالأرقام زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. الميزان الديجيتال دوت في منه في السوق اكتر من 10 15 نوع. شايفين حضراتكم نفس الشكل، نفس الكرتونة، نفس كل حاجة، بس لما نيجي نجرب بتلاقي فيه اختلاف. طيب الاختلاف دوت العروسة تعرفه ازاي؟ اكيد مش هتروح بكيلو رز مثلا توزنه عند التاجر. يعني لو بصينا كده اهو، هنحط اهو كيلو الرز، طلع كيلو و18 جرام، يعني يعتبر كيلو تقريبا. لو بصينا هنا اهو على الميزان المضروب هتلاقي 841 جرام، يعني دوت مش محصل الكيلو. ده طبعا ممكن يسبب لك خسائر او يسبب لك ان انت ايه، يعني عايزه توزني وزن مظبوط مش هيجيلك. طب انت كعروسه او كواحده عايزه تشتري الميزان دوت للمطبخ عشان تستخدمه، تعملي ايه؟ اكيد مش هتروح للتاجر وتاخدي معاكي كيلو رز ولا كيلو سكر وتقعدي توزني وتعملي كده. انت لازم تروحي مكان بيحترم عملائه، واحنا بفضل الله في الرحمن سنتر مش بنبيع غير الاصلي. ولو المنتج طلع مش اصلي او مش مظبوط، طبعا الرحماني عندنا هنا في الرحماني بنرجعه للي اشتراه للعروسه، حتى لو كان استخدمته بعد سنه، لاننا بنحترم عملائنا باقصى درجه. والى اللقاء في فيديو اخر.